عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ حبيبة للأكلات والحلويات. النهاردة هعمل معاكم شوربة السي فود. تمام. شوربة السي فود هعملها كلها من الألف إلى الياء قدامكم. بس قبل أي حاجة ممكن تضغطوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. وبجد بجد انتوا وحشتوني والله. وبشكر كل حد بيشترك في القناة وبيشاهدها وبيديني لايك وبيديني تعليق، بجد حاجة بتسعدني جدا وتفرحني جدا. وبجد ربنا يخليكم كلكم يا حبايبي يا رب. وان شاء الله قنواتكم كلها تبقى اكبر قنوات باذن الله. دلوقتي هوريكم انا هعمل ايه. تمام. دلوقتي عندي ده، انا شلت اللي هو القشر بتاع الجمبري. تمام. ده اللي بتعمل بيه السي فود، الشوربه بتاعت السي فود. تمام. دلوقتي ادي الجمبري. تمام. مقطعاه كده، ودي طماطم، وده فلفل، وده البصل. تمام. بكده قلت لكم كده المكونات. وطبعا التوابل انا هقول لكم عليها واوريها لكم وانا بحطها. هبدا كده نحط مع بعض حاجه كده في الميه، وانا حاطه على النار ميه بتغلي. انا اوريكم كده الميه على النار اهي. تمام. نحط فيها مش كده بالشكل ده كده كده. نحط عليها فلفل، نحط عليها البصل بالشكل ده، ونحط عليها طماطم كده. وفي طبعا لو حابين تزودوا اي اضافات من عندكم مفيش مشكله، انتوا يعني ليكوا حريه الاختيار. فانا ايه عندي هزود مثلا عندي ايه بتاعه الجمبري قبل كده شايلاهم اهو كده اهو. الرجول بتاعته بتديها طعم برضو اهو، حطيتهم كده معاها. تمام. وكده هحط عليها بقى التوابل بتاعتي. هحط عليها فلفل اسود. تمام. اهو قدامكم فلفل اسمر بيديها طعم جميل. الشطه نص معلقه شطه بالشكل ده كده. وهحط عليها ملح على كمون. يعني انا عامله الملح على كمون ده بصراحه انا شايفه حاجات كتير جدا اهو. ملح على كمون بيظبط لي الاكل بطريقه كده. يا جماعه احنا عملنا كده اهو، ادي كده الشوربه. تمام. كده عملنا الاضافات كلها وحطيناها قدامكم كده وقلبناها بالشكل ده. احنا بقى هنسيبها ايه تاخد لها حوالي تلت ساعه لغايه احنا ما نشوف احنا لونها عامل ازاي. لونها طبعا هيتغير. تمام. وهتنزل كل الفوائد. وطبعا على فكره الفوائد دي جميله جدا، وشوربه السي فود صحيه جدا جدا حقيقي بجد. والطريقه ديت انا عملتها لكم دي انا مجرباها كذا مره، مش اول مره اعملها على فكره قدامكم، لا انا عملتها قبل كده كذا مره وحقيقي بجد هتعجبكم جدا. وانا هوريكم بالظبط بعد ما نخلصها هنصفي كل الحاجات دي كده، وهوريكم هنحط ايه بعد كده. انا مش عايزه اوريكم دلوقتي عشان خليها قدامكم كل حاجه تبقى باينه قدامكم. تمام. وهسيبها بقى تاخد لها كام غلوه وبعد كده هوريكم بالظبط انا هعمل ايه. دلوقتي كده حبايبي انا كده خلاص غليت شوربه السي فود قدامكم اهي، وهصفيها قدامكم. صفيها كده 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 بالشكل ده كده. تمام. اهو شايفين اهو كده. انا كان نفسي اوريكم الريحه، بجد ريحتها رهيبه. ادي كده قدامكم. تمام. دي كده الشوربه. هوريكم بقى نحط عليها الاضافات كده.
وكده انا هوريكم كده الاضافات اللي هحطها عليها عشان خاطر كله قدامكم. كده هحط كده الجمبري كده بالشكل ده قدامكم. ادي الجمبري حطيناه، وهحط ده الكاليماري كده بالشكل ده. ونحط سمك، قطع سمك، تمام بالشكل ده كده. تمام كده دلوقتي كده تمام. احنا حطينا عليهم الجمبري تمام، والكاليماري او الصبيط، والسمك قطع سمك، وهنعصر عليها ليمونه كده كده، وهنحط عليها، طبعا في ناس بتحط عليها كريمه براحتها، بس انا بصراحه ما بحبش الكريمه، يعني هي بتبقى اذواق، كل واحد وذوقه. انا عندي بعمل بديل للكريمه، بجيب معلقه دقيق تمام، وبحط عليها شويه ميه، ادي الدقيق تمام، معلقه ميه، وطبق وريحه يا دوبك ايه كمون كده بفلفل، كمون لا فلفل لا كمون بالملح، حاجه بسيطه عشان خاطر طبعا هي ايه ملحها مظبوط. تمام كده نقلبها كويس كده، نحطها عليها كده. دي بديله الكريمه بس الدقيق، بصوا لونها اتغير ازاي، لونها اتغير. هحطها بقى كده على النار، ما بتاخدش سوا خالص، يا دوبك حوالي 10 دقايق ربع ساعه بالكتير جدا، وهغرفها قدامكم واوريها لكم. حبايبي انا سبتها على النار زي ما قلت لكم تمام، وهغرفها قدامكم كده. انا حاطه فيها حته كابوريايه عشان خاطر بتديها طعم حلو كده. بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. كده ودي كانت طريقتنا النهارده في شوربه السي فود، وبالهنا والشفا.